أفضل طريقة تخلي طفلنا يبقى سعيد. بلاش نقارنه بحد ولا ننقده. بلاش طول الوقت نسلط الضوء على أخطائه بس، ولازم نقوله إيجابياته ومميزاته ومواقفه الجميلة. بلاش طفلك يشوفك زعلانة أو متضايقة، علشان ده هينعكس عليه وهيبقى زيك حتى لو مش فاهم انت زعلانة ليه. خليه هو دايما القائد وقت اللعب، ولما تخرجوا تشتروا أي حاجة خليه هو اللي يدفع الفلوس، علشان ده هيساعده جدا وهيديله ثقة في نفسه كبيرة. خليه يمارس أنشطة كتيرة ويكون بيحبها ويلعب رياضته المفضلة، وقللوا مشاهدة التلفزيون والموبايل لوقت طويل، وساعدوهم في بناء صداقات وعلاقات جديدة وتفاعل مع الآخرين، واحتووهم صح واحضنوهم كتير، واحرصوا انكم تعملوا معاهم كده كل يوم باستمرار. وبلاش الطفل يشوف مشاكلكم الأسرية مع بعض علشان ما يخافش وما يتأثرش نفسيا. وأخيرا خصصوا وقت كل أسبوع اخرجوا فيه مع الطفل، حتى لو كانت الخروجة بسيطة وغير مكلفة. أهم حاجة انكم تخرجوا الطاقة اللي جواه.